خد انا محمد اقول لك. يا معلم. هم العالم المقاطيع دي هيدنهم لحد الفجر قاعدين على قهوه واحنا عايزين نقفل. والله يا معلم بقالهم اكتر من 3 4 ساعات وهم قاعدين حتى ما طلبوش اي حاجه. طب خش اكنس القهوه واغسل الكوبايات قبل ما اجيلك. ماشي يا معلم. ادينا قاعدين. كده كده مش مروح. بقول لكم يا معلمين، ايه يا معلم؟ قرآن الفجر اشتغل واحنا عايزين نقفل. عايز ايه؟ عايزين نقفل. يعني ايه عايز تقفل؟ يعني انا مش زبون واعد؟ مش عارف انا. هو انت لو زبون وعمال تطلب في مشاريب، انت من الساعه 8 قاعدين على كوبايتين الشاي اللي انتوا طلبتوهم. يا عم الراجل طلب اندومي وانا طالب ميه وقهوه، عايز ايه تاني؟ من الساعه كام بقى؟ ان شاء الله يكون من الصبح. مش قاعد وفي مشاريب وهدفع؟ انت ما تعرفش ان الزبون على حق ولا ايه؟ يا عم على حق وكل حاجه، وانتوا قاعدين في مكانكم وعلى راسي. وبعدين هنروح نعمل ايه يعني في البيوت؟ يعني نقعد في وش النسوان؟ عارف احنا قاعدين على الكراسي مش على راسك. انا قصدي بس يا جماعه الخير ان انتوا يعني تطلبوا مثلا سحلب، تطلبوا عصير، حاجه تشربوها. ادي برضه انتوا ايه، يبقى الواد اللي هات كوبايه شاي ونقسمها انا وانت، انا كده كده مش مزاج اصلا. هات كوبايه شاي. طب بعد اذنكم احنا عايزين نقفل وننام. ما انا بطلب شاي اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم انتوا مش عاجبكم الكلام؟ الليله دي مش هتعدي ولا ايه؟ لم حاجتك، مالناش قاعده في القهوه دي تاني. شرفتونا يا جماعه الخير. وحسابك يا عم. اخيرا هشوف فلوسك. 20 جنيه اهي. انا هاخد ازازه الميه لسه فاتحها. اخيرا هشوف حاجه من فلوسك. خلي البيع عشانك. من يلا. 20 جنيه. يلا يا علي. حسابك تقل يا عم انور، حسابك تقل، ولازم اول تحاسب عشان الدفتر مليان، عشان احنا لو فتحنا الدفاتر مش هنخلي حد خاطر. انت يا ابني تعال لم التكيه اللي كانوا قاعدين فيها، زباين برده.